السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتي غوسات ماما شيوة ماما. كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو ان شاء الله. غيكون هذا الفيديو هذا ديال الطلبية ديال المملحات، فيها وصفات كثيرة، فيها قنينطات ديال الفرماج ولي زيبينا، وكذلك بسطيلات ديال الحوت وبسطيلات ديال الدجاج ومسمنات. ما شاء الله هذا الفيديو هذا عامر استفادة للناس اللي كيخدموا طلبيات، وكذلك الناس اللي ما باغيينش يخدموا وغير كيديروا الشيوات ديالهم في الدار، يكون استفادة لهم ان شاء الله يا ربي. فكنتمنى تشاهدوا معايا الفيديو حتى الاخير وتبارطاجيوه مع الاصدقاء والاحباب لكي تعم الفائده. واللي مازال ما اشتركتش في القناه اشترك يا اختي، مرحبا والف مرحبا، وفعلي زر الجرس باش يوصلك الجديد ديالي ان شاء الله. كما كتشوفوا هنايا عندنا وصفات سهله وبسيطه، كذلك ناجحه مليون في المية. جربوها وان شاء الله ما غتندموش، وغتصدق لكم من اول تجربه ان شاء الله. هنا في هذا الفيديو جبت لكم اسرار باش ما يطرطقش معكم السيجار ديال الفرomاج او قنينطه ديال الفرomاج، وباش يجي المسمن ديالنا مورق. تبعوا معنا الفيديو حتى التالي ان شاء الله، وما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم والتعاليق المحفزه. بسم الله على بركه الله. هنا غنبدا معكم بالوصفه الاولى حيت خاصنا ندخلوها الكونجيلاتور. بالنسبه للقنينطات ديال الفرomاج، هنا جبت لي زيبينار، درتهم في مقيله، درت معاهم شويه ديال الزيت، شويه ديال الملحه. كما كتشوفوا هنايا كيطلق الماء ديالو. كما كنعرفوا لي زيبينار او السبانخ كيطلقوا بزاف د الماء. كنبقاو نستمروا في التحريك حتى كيهبط القوام ديالهم ويتشرب داك الماء. هنا بعد ما تشرب لنا داك الماء غنزيدو عليه الجبن. انا استعملت هذا الجبن هذا كيتباع في ميركادونا، تقدروا نتوما تستعملوا اي جبن عندكم في الدار. صافي غنبقى نمعسو هكا مع لي زيبينار، وكنقص البوطه حيت راكم عارفين الفرomاج غيتحرق الا كانت البوطه مرتفعه. كنديرها تحت المتوسط، وما نكثروش الملحه حيت الجبن ديالنا مالح. صافي كنبقى ندخل لي زيبينار في الفرomاج بهذا الشكل مع التحريك المستمر. هنا غنطفي عليه وغنخليه يبرد. صافي هنا بعد ما برد هنا غندوز كما كتشوفوا القوام ديالو. هنا غندوز نعمر هاد القنينطات. بالنسبه للورقه انا ديما كنقول لكم كنستعمل الورقه ديال التشينو، كتجيني عمليه في الخدمه. كندهنها شويه بالزيت وكندهن الجوانب ديالها كذلك بالطحين والماء. هذيك هي الكولا ديالنا. بالنسبه للبريوات ماشي مشكل، واخا تزيروا الشده ديالهم ما غيطرطقوش معكم. هنا ان شاء الله غادي نقول لكم السر ديال باش ما يطرطقوش معكم القنيطات ديال الفرomاج، حيت عارفين الفرomاج فاش كنقليوه او كنحشيوه في الفران راه كيطرطق معانا. هنا صافي هنا حيت انا عندي طلبيه، انا خاصني ضروري نقاد الحبه على اختها، ماشي بحال كي خدامه في دارك او غتصايبي لدارك، يعني ما كيهمش تكون صغيره ولا تكون كبيره. صافي كنبقى مستمره بهذا الشكل حتى كنعمر القنيطات ديالي كاملين. بالنسبه لهاد الكميه هذه 250 غرام ديال الجبن و 300 غرام ديال لي زيبينار السبانخ. خرجوا لي 10 ديال القنينطات بحجم كبير. صافي كنبقى مستمره بهذا الشكل، كنشدوا الجوانب باللصقه ديالنا ديال الطحين والماء. ما نديروش الماء غلب من الطحين، خاصنا نديرو الطحين كتر باش كيلصق معنا هاد القنينطات.
هنا بعد ما سالينا الحبات ديالنا غندوزو نديرهم في الطحين على هذا الشكل هذا، كذلك في البيض، بياض البيض نديرهم في البيض ونديروهم في لا شابلور. عاد نديرهم في لا شابلور. انا شريتها واجده، انا ما درتهاش في الدار ديالي، شريتها واجده. صافي هكا كنبقاو ندخلوا فيها كاع داك لا شابلور، ما نخليو حتى شي جانب خاوي، وكنبقاو مستمرين في نفس الشكل. كنديروا الطحين، كنمرمدوه في الطحين، وكذلك في بياض البيض، وموراها في الخبز المحمص او لا شابلور. هكا راه غيخليوهم ما يطرطقوش معانا، وكتجي فيهم واحد القرمشه لا توصف. ماشي زعما كنشكر الوصفه ديالي او لا، والله الا كتجي فيهم واحد القرمشه جربوهم ان شاء الله وما غتندموش. صافي هنا كما قلت لكم خرجت لي 10 د الحبات، غندخلهم في كونجيلاتور غندخلوهم تيجمدوا معانا، وعاد ديك الساعه ندوزو نقليوهم. هنا بعد ما سخنت الزيت سخونه بزاف كما كتشوفوا، والقنيطات ديالي جامدين، كنحطوهم هكاك من الكونجيلاتور للمقله، كنستناو حتى يتحمروا من الوجه ديالهم، عاد ديك الساعه نقلبوهم. ما نبقاوش نستمروا في القليب ديالهم حيت غادي يتعنفجوا معانا. بحال هذا الشكل. انا بالعاني خليت لكم هذا الفيديو هذا ما سرعتوش بزاف باش تشوفوا كي كيديروا يتقلاو معانا، هما كيطرطقوش. بغيتو تخليوهم هكا كان من الاحسن تحمروهم اكثر. كيجيو محمرين كيجيو مقرمشين غزالين. هنا كتاني مرحله غندوز باش نعمر البسيطلات ديال الدجاج ديالي. بالنسبه للوصفه ديال البسطيلات ديال الدجاج غنخليها لكم في صندوق الوصف، ما بغيتش نديرها لكم في هذا الفيديو هذا باش ما يجيكمش طويل وتملوا او تقنطوا من الفرجه ديالو. هنا صافي كان نعبر بواحد زليفه عندي، كندير اولا اللوز اللي كيكون مقلي ومطحون مع القرفه والسكر كلاصي وشويه ديال المزهر. صافي هنايا كندير في هاد الزليفه هادي كناخذ بها العبار، ما كبيره ما صغيره، جايه موين، وكنحيد دوك الجوانب ديال الورقه وكنضوب لها انا الورقه باش ما كتقطعليش او ما تحليش في الفران. كما كتشوفوا بهذه الطريقه هذه كنحيدوا دوك الزوائد. هنا البنات كنبقى مستمره في التعمار ديال البسطيلات ديالي حتى كنسالي الكميه. كما كتشوفوا كتجي ديك الدغميره ديال الدجاج والبصله كتجي معلكه وبقوامها. هنا كذلك البنات استعملت ندير لكم البيض باش نشد لكم الورقه. انا البيض كيجيني عملي، كيجيني احسن من الطحين والماء. درت لكم بجوج ديال الطرق، يا اما اللي ما عندهاش البيض دير الطحين والماء، كذلك اللي عندها البيض دير البيض. صافي هنايا كنعمر ونحط في اللاطه ديالي اللي غندخلها نيشان للفران. بعد ما سالينا بسيطلات ديال الدجاج ديالنا غندوزو للوصفه الثالثه اللي هي بسيطلات ديال الحوت. هنا كندهن الورقه بالزيت وكنعمر البسيطله ديالي كما كتشوفوا راه بسيطلات ديال الدجاج غندير في ديك اللاطه،
ندخلهم قد الفران. كذلك هنايا كندوبلها وكنحيد لها دوك الجوانب باش كما قلت لكم ما تجينيش الورقه زايده في البسطيله. وكنشد بالبيض مطرب كما كتشوفوا. هذا هو الشكل ديالها، كتجي في الشكل رائع، لا شكلا لا مذاقا. صافي هكا كنبقى مستمره حتى كنسالي الكميه ديالي. بالنسبه للوصفه ديال البسطيله ديال الحوت راني كنت درتها معكم في واحد الفيديو نيت ديال الطلبيه ديال بلاطو بريستيج مالح، حتى نحط لكم ان شاء الله في صندوق الوصف. هنا في المرحله الرابعه غندوز للمسمنات ديالي. بالنسبه للمسمن راني كندير كنعجنهم عجينه عاديه، كنخلي العجينه ترتاح. كذلك كنكورهم على شكل كريسات وكنخليهم كذلك يرتاحوا. وبالنسبه للتوراق البنات باش يجيكم مسمن مورق كديروا الفينو اي دقيق القمح الصلب مع 2 معالق ديال النشا وكدهنوا بالزبده. انا دهنت هنايا بالزبده ديال البواطه ماشي زبده ديال التوراق، وإلا عندكم الزبده ديال التوراق كان احسن. صافي هنايا كنبقى نسطحهم حتى كيبان سطح العمل كما كتشوفوا. ما تخافوش الا تقطع ولا شي حاجه. كندهن بالزبده وكنرش عليه الفينو اللي كنكونوا درناه مع النشا. غنوريكم التوراق ديالو. هنا ما صورت لكمش الوصفه حيت كنت مزروبه بالطلبيه، كان خصها تخرج مع 6 العشيه باش فطر بها الكليانه ديالي وعجباتها الطلبيه. وكنشكرك اختي من هذا المنبر على الميساجات ديالك الزوينه. بالنسبه للمسمنات انا تعمدت نخلي لكم هذا الفيديو هذا ما سرعتوش باش تشوفوا التوراق وكيجي نازل كيجي مورق من الداخل كتر بمذاق الزبده اللي درتلو كيجي يا سلام. صافي هنا بعد ما سالينا التوراق ديالنا او الطياب ديال المسمنات ديالنا غندوزو للتزيين. هنا البنات بسطيلات ديال الدجاج ديالنا تعمدت ندير لكم وحده ما مدوبلاش. هانتوما كما كتشوفوا راه طرطقات لي. انا ديما كندوبل لهم الورقه. الطلبيه ديال السيده طلبات لي غير 6 ديال بسطيلات ديال الدجاج، وحده درتها لكم ما مدوبلاش في الورقه باش تشوفوا الشكل ديالها كي كيجي، لان راه كترطق في الفران. هنا كان كمعلومه قبل ما ندخلهم يطيبوا في الفران دهنتهم بالزبده عاد دخلتهم في الفران باش كتبقى ديك القرمشه ديالهم لمده طويله. هنا صافي كندوز للتزيين. كندير سكر كلاصي، كندردر لهم سكر كلاصي وكنزين بشويه ديال القرفه كيجي المذاق يا سلام غزال ما تشبعوش منهم. صافي كان هذا هو الشكل ديال البسطيلات ديالنا. وغندوز باش نزين البسطيلات ديال الحوت. هانتوما بسيطات ديال الحوت دوبلت لهم الورقه حتى حبه ما طرطقات. هنا بالنسبه للتزيين زينتهم غير بواحد كروفيطه طيبتها كذلك معهم في الفران، درتها في العويدات ودخلتها في البسطيله كيبقى هكا تزيين خفيف. هنا غندوزو للتزيين ديال قنيطاس ديال الفرماج ديالنا. عندي انا هاد السينتا وعندي هاد الكويرطات هادو اللي كيكونوا ديال الدونتيل. كنلوي عليهم الكويرطات وكنشد بالسينتا كما كتشوفوا في هذا الفيديو. هذا كيكون الفيديو شارح راسو براسو. صافي كنبقى مستمر بهذا الشكل حتى كنساليو الكميه ديالنا. كما كتشوفوا التحمار ديالهم كيجي زوين في الشكل. ما تحمروهمش غير شويه، حمروهم بزاف. هنا دزت باش نستف البلاطو ديالي. انا بقيت حايره في التستاف حيت انا كيعجبني البلاطو يكون مستف مزيان حيت العين هي اللي كتاكل قبل الفم. العين هي اللي كتاكل قبل الفم. صافي هنا حيدت داك البسيطلات ديال الدجاج وغنعاود نستفهم مره واحده اخرى بواحد الشكل واحد اخر.
هنا غنذكر معكم البنات الاثمنه. بالنسبه للبسيطله ديال الحوت ب3.50 ما يعادل 35 درهم مغربيه، وبسطيله ديال الدجاج 2.50 هي 25 درهم، صافي كان هذا هو وقنينطات الشكل بالاورو. النهائي ديالنا. وبالنسبه للمسيمنات 90 سنتيم. هنا بعد ما استفتهم كان هذا هو الشكل ديالهم النهائي. لا مسيمنات لا بسيطلات لا القنينطات جاو غزالين في المذاق. كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو هذا، والى اللقاء.